يلا بينا نحضر ماتش الزمالك وبتروجيت وشكلنا هنقول سلام للسلام. وصلنا الملعب قبل الماتش بدقايق وبصراحه اتفاجئت من الجو. يعني ده عدد جمهور الزمالك موجود في الاستاد كله، ولا في ادوات تشجيع ولا في اي حاجه خالص. انا مش عارف انا حسدتكم ولا ايه، بس ده مش العدد اللي انا متوقعه من جمهور الزمالك في اي ماتش، حتى لو ماتش الساعه 4. انا اسف يا شباب، يعني ادوات التشجيع دخلت والبنرات اتعلقت والاعلام طلعت، بس الكلام ده على الدقيقه 20 كده شكل المواصلات عملتها مع الرجاله. ضربه جزاء للزمالك، بس احنا في الناحيه الثانيه من الملعب فلازم نجري عشان نلحق الناحيه بتاعت ضربه الجزاء. يا ترى هيحسب ضربه الجزاء ولا لا؟ لا يا ضربه الجزاء. خلص الشوط الاول اللي كان رايح جاي بين الفريقين وما كانش في حد اخطر من الثاني قوي. الشوط الثاني بدا باهتفاءات جامده جدا من الزمالك ضد التحكيم. يا نهار ابيض، جول يا ابن اللعيبه، يا نهار ابيض، ده موت. جمهور هيجرى له حاجه. التعادل للزمالك. يا نهار ابيض. خلص الماتش اللي ساخن اخر 5 دقائق تقريبا بس، ويلا نشوف بيصيروا هيقولوا ايه في اول ظهور. هل حاسس ان الماتش اللي جاي قدام الاهلي خد جزء من تركيز لعيبتك النهارده، خصوصا ان هو اهم ماتش في الموسم تقريبا الاهلي والزمالك؟ وبس كده، الحمد لله.